واش اخوتي الفتيشيه، انا جيت وما خبرتش عليكم كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي درنا هاد الايامات بني راني ما غاديش نخبر وغادي نجي بالزربه. جيت اخوتي الفتيشيه وما جيتش بيدي يا خاوين، جبت لكم واحد السلسله اللي كتعجبكم بزاف بزاف بزاف. ترى البلوبار ديال الفتيشيه كيدخلوا عندي البريفي تيقولوا لي خويا الفتيشي امتى غادي دير لينا هاد السلسله هادي، راه حنا توحشناها. وبيان سير خوكم الفتيشي تيجاوبكم وتيقول لكم غادي نديرها قريب وقريب بزاف، غيتصلح ليا راني غنديرها، وها هي صلاحت وحنا جينا بها. وهاد السلسله هذه هي واش هادو هما احسن رجيلات في العالم. السلسله اللي كل مره كندوي فيها على واحد بنيته عندها رجيلات زوينين، كتكون دوميناتريس لشي لعيبه. المهم حنا كنختاروها غا على ود الفيت ديالها، تنديروا واحد الرياكشن زويونه على الفيت ديالها وتنجاوبوا على السؤال ديال واش هي احسن رجيلات في العالم وفين ممكن اننا نصنفوها الا ما كانتش احسن رجيلات في العالم. دونك خوتي الفتيشيه بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التيتيزه ديالنا اليوم، مفرقعه بزاف، شي حاجه اللي ناضيه وزوينه غتعجبكم. سير على بركه الله، طلق لي السخونه اخويا. كيف قلت لكم الدراري اليوم جبت لكم واحد الفيت اللي واعرين بزاف، ومولاتهم غادي يكونوا البليبار ديال الدراري تيعرفوها وكيشوفوها في انستغرام، وغيكون عاوتاني البليبار ما تيعرفهاش وجامي شافها، وهذه هي الفرصه باش انه غيشوفها وغيتبعها وغادي يعشقها كيف ما تيعشقوها الفتيسيه اللي تيعرفوها. هاد اختنا هادي جاتنا من الالمان، شي حاجه اللي مفرقعه ديال بصح. لا والاهم من هاد الشيء كامل اميمه ديال برا. وهاد اختنا هادي السميه ديالها هي ليدي، ولكن راه معروفه انستغرام وفي السوشيال ميديا بأون فوق فيت، بحال هكا كيما كتشوفوها مكتوبه. هذيك اون فوق راه بالالمانيه حيت اختنا من تما دونك سمات راسها اون فوق فيت. اش كتعني ما عرفناش، حنا اللي تيهمنا هو داك الشيء وداك الفيت اللي عندها خوتي، اللي شي حاجه صداع بزاف. كيف قلت لك غادي تطابي هاد اون فوق فيت فين ما رشقات ليك، انستغرام، فيسبوك، تويتر، تيليجرام، اي حاجه كتر فيها غير طابي هاد اون فوق فيت وتمتع ليا خويا بالرجيلات اللي واعرين بزاف. علاش؟ كيف قلنا اختنا راها ميمه المانيه مفرقعه ديال بصح. ترى الا تبعتيها في انستغرام كل اكيد ما غاديش تحس بالملل في هذيك القناه ديالها ولا داك البروفيل ديالها، ما غاديش تحس كاع بالملل. علاش؟ حيت اختنا كل نهار كتحط ستوري على الفيت ديالها، حتى ماشي ستوري وستوريات هما. مره وهي جالسه في القهوه غتصور رجليها، وهي كاينه في الدار غتصور رجليها، وهي خارجه غتصورهم، وهي حتى في الخدمه ديالها حيت هي كتخدم صحفيه وديما كتصورهم في البلاطو ولا في داك لو ستوديو فاش كتخدم. كيف قلت لك خدنا بالبلا ديال بصح في انستغرام. ما يمكنش نديرو ولا نهضروا على هذا السوجي هذا اللي تنهضروا عليه بزاف ديال احسن رجيلات في العالم وما تدوش معنا هاد اختنا هادي، حيت هي اللي كتفوق عليهم في المهمات وداك الشيء، هي راه كتبقى نمبر 1. غتقول لي حتى كرازي مهمه، ولكن هادي راه كبيره على كرازي بزاف صديقي. الا ركزتي ليها في الوجيه ديالها غتلقى التكامش ديال بصح. حنا ما عارفين لاش ديالها، ولكن رجيلاتها والوجه ديالها تيقول بان اختنا ضاربه الستينات ابن عمي. اختنا واصله ل60 عام، وفاش كنقولوا 60 عام ورجيلات يعني راه شي حاجه مفرقعه بزاف، وميمه مليحه المانيه داكشي ديال هيه. الشي هاد اختنا هادي كنحلف لك بالله بان هي وطايحه في رجليها، بقى غير حنايا اللي ما نطيحوش فيهم. حيت راه ديما خويا كتصورهم، ديما كتبينهم، ديما فين ما درت شي كولور او لا اي نهار فقط الصباح ضروري كتبدا ستوريات ديالها برجيلاتها، وكتسالي الليل او النهار ديالها بستوريات عاوتاني ديال الفيت ديالها. دونك اختنا كتبغي رجليها بزاف. هذه هي باش كنقول لكم شي اختنا فاش كتكون تايقه في راسها ديال بصح بان عندها رجيلات ناضيين، ايوا راه هذه من هذاك النوع اخوتي الفتيشيه.
وغادي نجيو لهداك السؤال اللي ضروري تنديروه في بحال هاد الحلقه هادي، اللي هو واش غادي نصنفها من بين احسن رجيلات في العالم ولا لا؟ والجواب ديالي خوتي فتاشي غادي يكون هو ما غاديش نصنفها من بين احسن رجيلات في العالم، ونقدر ما نصنفهاش حتى مع 10 ديال احسن رجيم في العالم، وي حتى هي ما غاديش نصنفها معاهم. ولكن كون متاكد خويا بانه الا درنا واحد المسابقه ديال احسن 10 ديال الرجيلات ديال المهمات في العالم، هاد ختنا هاد لادي هادي ولا سميتها غادي تكون معاهم ضروري، حيت كيف قلت لكم ختنا مهمه وما يصلحش باننا ندخلوها مع احسن 10 ديال الرجيلات في العالم، حيت كاين ما احسن منا بزاف وبزاف. ونقدر انا ندخلها مع احسن 10 ديال الرجيلات في العالم، ولكن احسن 10 ديال الرجيلات ديال المهمات بيان سير، واللي يكونوا عاد رقاقات ماشي دوك الرجيلات الغلاط. ولكن واخا هكاك كتبقى نمبر 1، كتبقى ناضيه بزاف، كتبقى واحد السيده اللي تستاهل بانك تتبعها في انستغرام وديما تبدا تشوف ستوريات ديالها، حيت كيف قلت لك والله ما غادي تحس بشي ملل خويا الفتيشي. وكانت هذه حلقه خفيفه ظريفه درتها لكم باش ما تقولوش لي راني كنخبر عليكم ودرت لكم هذه السلسله اللي كتعجبكم، ولكن اللي غنقول لكم واللي غادي يعجبكم هو انه هذه السلسله هذه المره الجايه غادي تكون مع واحد الفيت مغربيين زوينين ناضيين، المهم تسناوها ما غاديش تعطل وقريبه بزاف. دونك خوتي الفتيشيه كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه هذه، ما تنساوش لي داك اللايك سبسكرايب لي كومونتير وكومونطيو بزاف اخوتي، كنجاوب على كلشي، وما بقى لي غير غنقول لكم نشوفكم على خير، تهلاو.